سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. هذا مليق في هذا البرد قصعه بالكوكس بالخضره والدجاج، ما عندي ما نقول لكم. يلا مع بعض نبداو في طريقه التحضير. في النجره تاعي كنت درت حبه بصل كبيره قطعتها رقيق، زدت لها 2 حبات ولا 3 تاع الزروديه، زدت صدر تاع الدجاج ولا نص صدر تاع الدجاج، زدت ربطه كرافس تكون كبيره، حبه بطاطا، درت شويه تاع الحميصه والقزبر، وتبلت البركوكس تاعي بمغرف طوماطي، شويه تاع العكري، راس الحانوت، فلفل الكحل، ودرت له فلفل قناوه باش يجينا حار محرحر. وبلا ما ننساو الملح. خلط المكونات تاعي مليح حتى تقلت لي مليح هذيك الخضره مع نص صدر تاع الدجاج تاعنا، مرقتها بالماء دافي وخليت هذيك الخضره تاعي طيب. انا هنا كنت بدلت الطنجره، هذه ما كفاتنيش، قلبتها في حاجه شويه كبيره. من بعد خليت الخضره تاعي بعد ما طابت لي نص طياب، كنت هذاك البركوكس تاعي كنت فورته ودرتو مع الخليط تاعنا يطيب، وكنت اشاك فوا نخلط. نقصت شويه مرقه باش في الاخر كي تشرب لي المرقه تاعي نزيد باش هكذا يجينا البركوكس تاعنا طيب مليح. وهاوليك البركوكس تاعنا بعد ما طبنا زدت له انا في الاخر شويه تاع القزبر ملحيه، وهذا هو الشكل النهائي تاع البركوكس تاعنا. انا كنت في الاخر فتت له هذاك الدجاج من الفوق، زدت له شويه تاع القزبر. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.